الاهلي وبالميراس 2-0 لفريق بالميراس البرازيلي. والنادي الاهلي اللي كنا بنقول اداء مشرف، بعد كده عاوزين نتائج ومكسب. النهارده لا اداء مشرف ولا نتائج ولا اي حاجه. هدفين لفريق بالميراس اقل ما يقال عليهم ما ينفعش يدخلوا في اي فريق كوره سواء ضعيف او قوي. من اخطاء بدايتهم ونهايتهم عند محمد هاني، والكل بيتفرج زي المدرب ما شافش، حتى عمل 4 تغييرات في الوقت التوقف. في نفس الوقت مفيش واحد منهم تغيير لمحمد هاني، غير كل الدنيا الا محمد هاني اللي كان جابته مخترقه بشكل قوي جدا. والهدف الاول فاول من ناحيته، والهدف الثاني تاكلينج غريب جدا اقل ما يقال عليه انه بيقضي واجب فقط لا غير. لكن كان من الامكان انه يكمل مع الراجل ويزحمه كتف في كتف، يحاول يعطله او يزقه او يخلي توازنه هو بيشوط الكوره بدون ما يعمل فاول زي ما بنتكلم، بس يخليه يضايقه، بس ان الكوره تخبط في الشناوي او يمكن تطلع بره، وخصوصا الكوره جايه تقريبا من فوق رجل محمد الشناوي بالعافيه. فانت بتتكلم، انت قضيت واجب وشفت اسهل حاجه بالنسبه لك انك انت تتزحلق وخلاص. غير ان الجون الاول من فاول زي ما قلنا من سبب محمد هاني، فاول معرفش فين الكوره فين الهجمه ولا اي شيء، غلطه ملهاش اي 30 لازمه. 2 مدافعين او 2 من النادي الاهلي طلعوا حطوا الكوره في نفسهم لوحدهم، ما طلعش معاهم واحد من فريق بالميراس عشان حتى يخليهم يرتبكوا ويخشوا على بعض. لكن انت بتتكلم عن وسام ابو علي، واحد زي اشرف داري، الاثنين طلعوا لوحدهم، ما حدش فيهم اتكلم مع حد قبل ما يطلعوا على اي حاجه، طالعين لوحدهم معهمش اي حد من فريق بالميراس. حطوا الكوره جون في الشناوي، حتى الجون الثاني من خطا ساذج، من كوره ثابته للنادي الاهلي. في ناس اعتقدت انها تشوط مباشر في المرمى، لكن هتتعمل لونج باص او كوره لوب كده في ال 18، فبتتكلم ان الكوره تحديدا سقطت ورا الحيطه. يعني لعيبتك كلها النادي الاهلي 6 أو 7 لعيبه دخلوا جوه السته، والكره اترفعت على حدود خط ال 18 على قوس ال 18، خدها لعيبه بالميراس وراحت حطت الجون الثاني من هجمه مرتده غير متوقعه مثلا. ما انا مش فاهم، ما احنا عارفين بالميراس اصلا بيلعب بشكل مرتدات مرعبه. نفس السيناريو مباراه الاهلي وبالميراس في 2021، هدف من خطا ساذج جدا من النادي الاهلي، تبدا تضغط تهاجم عشان تعوض الهدف، تلبس الجون الثاني من مرتده ومتشكرين على كده. فكانت المباراه بالشكل ده. وحتى بعد الفاول اللي جه هدف، كان في فاول تاني من نفس المكان واتلعبت، كانت داخله في المرمى والشناوي لحقها بالعافيه. انا مش فاهم اللعيبه بتاعت الاهلي كانت بتعمل ايه يعني بامانه. كان هيبقى جون تاني من بدري جدا في فاول هو واللعيبه اللي بتتصرف لوحدها. فريق بالميراس لما تشوفه في الضربات الثابته كلها، لما لعيبه بالميراس طلعت لوحدها حطوا الكره في السماء، ما حدش فيهم عمل كره فيها خطوره. ما بيعرفوش يلعبوا عرضيات، هو بيعملوا عرضيات لكن عندهم المهاجم روكي مش بيلعب براسيات بشكل قوي، او اي لعيب يعني، هم ما بيلعبوش بشكل قوي جدا في العرضيات. فبالتالي انت اللي عملت الخطوره على نفسك لوحدك كده، ما تفهمش ده ايه. اما بقى بالنسبه للعيبه بالمستوى واللي احنا شفناه ده، لعيبه جايه تحتفل جايه تتفسح في امريكا، بس مش جايه تلعب كوره. وده يظهر من عدم التركيز بسبب ان اللعيبه دي كلها فين المعسكر المغلق ولا المفتوح اللي احنا عايشينه. يعني بمعنى اصح نفس غلطه 2018 في كاس عالم للمنتخبات في روسيا مع المنتخب والفندق واللقاءات. احنا النهارده شفنا اعلانات، شفنا لقاءات، شفنا استضافات للعيبه. يا جماعه اقفلوا المعسكر على اللعيبه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش فايده. الناس دخلت، الناس بتعمل اعلانات، الناس بتعمل لقاءات. طبيعي بعد الكلام ده كله اللعيبه تحس ان احنا رايحين نتفسح. طبيعي انه تلاقي واحد زي مجدي قفشه طول النهار طالع ستوريز وبوستات بيتكلم فيها عن سف وهزار على ميسي او ليونيل ميسي ومواجهته مع ليونيل ميسي. في نفس الوقت كمان هتبص تلاقي عدم يعني استهتار من اللعيبه، زي واحد زي تريزيجيه انا هلعب انا ضربه الجزاء بدون ما ليش دعوه بالترتيب. في نفس الوقت اتكلم عن اللقطه مع حسين الشحات اللي رايح يدور على مجد شخصي ومش هبص لحد، انا هحط الجون لنفسي، ماليش دعوه بجماعيه الفريق وما يفرقليش جماعيه الفريق. فتبص تلاقي الفريق مفكك ما فيهوش اي حاجه. حتى اللعيبه كمان مع التغييرات هتبص تلاقي ولا اي شيء. تريزيجيه يطلع عشان وحش فينزل مكانه اشرف بن شرقي اوحش، ما عدا اخر 5 دقائق من الدقيقه 90 ل 95 عمل فيها هجمتين كده وعمل كام شكل. كان فين هو من الدقيقه 60 اول ما نزل؟ يطلع حمدي فتحي عشان مستواه مش حلو فينزل قفشه برضه اوحش. ما انا مش فاهم ده ايه. فانت بتتكلم عن اللعيبه كلها مش موجوده. ده غير طبعا المدرب
اللي لسه جاي ولسه جديد وكل حاجه، بس في حاجات بالعين المجرده كده بتبان. يعني انت شايف الجبهه بتاعت هاني مخترقه بشكل مبالغ فيه، انت فاهم الكلام ده؟ الناس مستغلها بشكل قوي جدا. غير كده كمان ديانج فين من توقيت مباراه الساعه 12 ينزل يلعب من بدايه المباراه. طبعا انت هتلعب الماتش الجاي كده خلاص مكان مروان عطيه اللي خلاص خد انذار، او اسف مش هيلعب مباراه بورتو اللي جاي. غير كده انك بتلعب بتحفظ غريب من بدايه المباراه وحتى بعد المباراه لما حصل التوقف بسبب العاصفه ورجعنا و2-0. انا منتظر تحولات، منتظر لعب قوي جدا وهجوم كاسح، لكن هو قال لك حافظ على 2-0 ما يبقاش 3. بان في طريقه اللعب، بان في شكل الكوره، بان بشكل ما ظهرش فيه اصلا فكره المدرب ولا اللعيبه الا بعد كده لما اشرف بن شرقي بدا يلعب، وشفنا هنا الكلام من مجرد مجهود فردي من اللعيب ومهاره فرديه من اللعيب. يا راجل ده اول كوره شاطها النادي الاهلي على مرمى بالميراس بتاعه قفشه في الدقيقه 85. انت فاهم احنا رايحين فين؟ بعد كده بدا يجي بقى اشرف بن شرقي في الدقيقه 90 و92 وهكذا. يعني ما عندناش، احنا ما حصلش اي شيء في المباراه من اي حد. انت ما طلعتش في المباراه دي او البطوله دي غير بمروان وواحد زي محمد علي بن رمضان والشناوي. المباراه اللي فاتت المباراه دي كان كويس، لكن هو شال هدفين لا يسال عنهم تماما. غير كده المباراه بالكامل هتبص تلاقي كل قرارات اللعيبه غلط، تصرفات غلط، اللي تتشط تتباصى واللي تتباصى تتشاط، واللي تتباصى صح تتباصى غلط، واللي يعني بص في كميه مس باص غريبه. قرارات اللعيبه كلها مش تمام. مش فاهم. اللعيبه كمان بتاخد اماكن غلط، بطء مبالغ فيه في كل حاجه، في التحضير، في بناء الهجمه، في الباص، في اتخاذ القرار للعيب، حتى في المرتده بطيئه. يعني اللي كان بيتكلم يقول لك ان المدرب عايز يبطئ الريتم، لا يبطئ الريتم هنا تحت عشان يبدا يمتص حماس فريق بالميراس، ده شيء عادي. لكن انك انت تعمل مرتده ببطء يبقى انت كده جاي تدرب او تشتغل مع فريق بالميراس. تمام؟ ما ينفعش، ده كده انت رايح في حته ثانيه. فلا الموضوع كده صعب. حتى مدرب بالميراس اصلا جه سايب لك الكوره من اول الماتش، نزل الشوط الاولاني ساب لك الكوره ولعب تحت الكوره وبدا مستني منك الغلطه اللي جات له في الشوط الثاني في الفاول اللي هو ما عملش فيها حاجه غير ان هو حط الكوره في ال 18 وانت حطيتها لوحدك. طبيعي ايه اللي يحصل مع بالميراس؟ تروح هاجم وضاغط لقدام فيروح هو ملبسك الجون الثاني من مرتده. مش متفاجئين، عادي. ده احنا عشناه في 2021 بالظبط نفس السيناريو. هو الفرق بس موضوع العاصفه اللي حصلت دي، كابتن مدحت شلبي كان بيقول لك يا رب الماتش يتلغي. حتى لو اتلغى هيتعاد، انا مش عارف ايه اللي هيحصل لان انا مش واثق ان المدرب ممكن يفكر باي شيء ايجابي اكتر من كده. زيد على ذلك بقى المدرب عمل كميه تغييرات بين الشوطين او بعد فتره التوقف، 4 أو 5 لعيبه تقريبا ما فيهمش هاني اللي كان جابته مخترقه اللي ما اعرفش هو ما شافهاش ازاي. هاني بقى انا عايز اسال سؤال، هو هاني كده النهارده ايه لازمته في النادي الاهلي؟ بمعنى اصح في لعيبه كتير او في مشجعين كتير بيقول لك ان محمد هاني وجوده مع النادي الاهلي بستناه من موسم للموسم عشان مونديال، غير كده بيكمل بقيه الموسم اي كلام. فالنهارده ما بقالوش اي حاجه ومستواه اللي قدمه النهارده من بدايه الموسم مش موجود خالص. فاصبح الموضوع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هتستحمله ولا مش هتستحمله؟ غير كده كمان الحكم في الشوط الاولاني تحديدا في حوالي طردين او 3، انا مش قادر افهم ايه كميه الخشونه والعنف دي. في نفس الوقت الحكم كان فيه ما بيحميش اللعيبه، في لعيبه كانت ممكن تصاب اصابات قويه جدا جدا، وفي تدخلات فوق الانكل فوق عند قصبه الرجل ما اعرفش كان هو فين. طبعا بالنسبه لفرص الصعود والكلام ده بامانه انا لسه الموضوع مش محتاج حسابات ولا كلام، وبامانه لا عايز اعشم نفسي ولا اعشمك بالصعود ومش صعود. لا احنا مش هنتكلم في صعود وفرص صعود الا لما يصعد الاهلي. الاهلي عنده مباراه مع بورتو ان شاء الله ربنا يكرمه ويكسبها، ان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه والمدرب كده ويشغلوا دماغهم بشكل كويس جدا ويبداوا يلعبوا ويفكروا في اسم النادي والتيشيرت اللي هم لابسينه عشان يبدا يصعد، لان غير كده الاداء فعلا بعد عن حتى التمثيل المشرف. ده كان كل حاجه معانا في المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. توقعاتك معانا بالصعود او عدم الصعود، او ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش بورتو. وسلام.